النهارده كان في لحظات نكد، ويا اخي حاجه غريبه، الدقيقه 99 دايما بتبقى للاهلي انه يكسب، والدقيقه 99 للزمالك دايما انه يخسر. النهارده قدام المقاولين ماتش غريب، الحكم حسب 8 دقايق والزمالك كسبان 1-0 وخلاص، وبنخلص في الدقيقة 89 اللي هي بعد ال8 دقايق ال98. ايوه ال98 المقاولين اتعادل. كورة ممكن تبقى فاول، ممكن تبقى لمسة يد، ممكن تبقى اي حاجة، بس ينتهي الماتش بحركة نكد، وكأن الحظ يأبى أن يحصل الزمالك على 3 نقط، يعني يفضل الزمالك في حالة صعبة. بس اللي أنا مش فاهمه هو ليه أوساريو بيعيط؟ يعني أنا ده أكتر مدرب شفته بيعيط ليه؟ إحنا طبعا كلنا عيطنا، عمرو عيط. أنت طبعا لو تشوف الفرق بين الماتش ده وماتش الأهلي والتوفيق اللي موجود عند الأهلي والحظ اللي موجود عند الأهلي حاجة، والنكد والنحس اللي موجود عند الزمالك حاجة تانية. إن شاء الله ربنا يكرم ونخرج من النكد ده ونخرج من النحس ده وعائدون وسنظل أوفياء.